من هناك ينضم إلينا مازن الشامي مراسل شبكة شام. مازن، مرحبا بك. أبدأ معك من الدين، كيف يبدو المشهد هناك؟ نعم بالفعل، صباح اليوم تعرض الجبهة الجنوبية للقصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة، وخاصة على جبهات زبدين وعبالة، إضافة لأطراف دير العصافير. طبعا هذا كله كان بالتزامن مع اشتباكات عنيفة جدا، وخاصة على جبهة زبدين. استطاع الثوار اليوم بسبب محاولة تقدم النظام إلى البلدة وقتلوا العديد من كتائب الأسد. طبعا هذا كله حصل منذ قليل. ايضا سقط امس صاروخ ارض بالخطا على حافله كانت تنقل جنود من كتائب الاسد في بلده زبدين، مما ادى لمقتل جميع او مقتل وجرح جميع من كانوا يتواجدون في الحافله. ايضا في الغوطه الغربيه، وفي خبر عاجل من منطقه قطنه اليوم منذ ساعات الفجر الاولى وحتى اللحظه تقوم كتائب الاسد بحمله اعتقال دعامات واسعه في المنطقه، وذلك لاخذ الشباب الى الخدمه العسكريه الالزاميه، اضافه لان الثوار قاموا مساء امس في خان الشيخ بتفتيش وتدبير مبنى كانت تتحصن فيه كتائب الاسد، وذلك على استراد السلام، مما ادى لقتل وجرح جميع من كان يتواجد منهم في المبنى. ايضا في القلمون مساء امس تعرض جنود القلمون للقصف المدفعيه الثقيله، وكان مركز القصف من اللواء 20، مما ادى لجرح العديد من المدنيين. بالانتقال للعاصمه دمشق وتحديدا من حي جوبر، صباح اليوم كان هناك قصف متقطع بالدبابات المتمركزه على متحلق الجنوبي، طبعا بالتزامن مع اشتباكات كانت متقطعه اليوم، خاصه من جهه قيدا والمناشر، في محاوله فاشله من النظام يعني للتسلل للحي. الحمد لله استطاع الثوار من سد هذه التسللات وقتلوا 3 عناصر من كتائب الاسد. نعم. مازن، يعني بالنسبة إلى حملة المداهمات الواسعة التي تقوم بها قوات النظام، يعني أسألك عن ردة فعل الأهالي في المناطق المؤيدة أيضا. يعني حقيقة هو ليست مداهمات فقط، يعني هناك اختطاف وخاصة للفتيات. يعني لاحظنا في الأيام القليلة الماضية هناك اختطاف من قبل الحواجز المتمركزة وخاصة في مساكن برزة. طبعا هذه الحواجز هي حواجز تشريحية، إضافة عمليات الاعتقال العشوائية. طبعا هذا كله كان بسبب ضعف النظام على عدة حواجز. يعني الآن من يرابط مع النظام من حزب الله وبعض الجماعات الإيرانية، حقيقة لا يوجد لديه الآن عناصر، مما أدى يعني أو في هذه الأيام يسعى لاعتقال الشباب حتى الصغار في السن، يعني حتى من لم يتجاوز عمره 18 يقوم باعتقاله مباشرة وحده إلى الجبهات لحفر الخنادق والمشاركة في القتال إلى جانب النظام. شكرا جزيلا لك مازن الشامي مراسل شبكة شام، كنت معنا من